الأسطورة بتقول إن في روح شريرة ملعونة مسيطرة، وظيفتها إنها تجمع للبشر عقود مع الشياطين وتتعامل معاهم. اسمها القائد الشبح، اللي هو يعني الجوست رايدر. وتفاصيل أسطورة الفيلم بتقول إنه كان في حد رايح من سنين كتير كتير جدا عشان يجيب عقد ب1000 روح شريرة، لكن كان في عقد منهم قوي جدا. ولما عرف قوته ما سلموش للشيطان، لا ده زوغ ودكن عليه، بالعكس استخدمه وهرب من الشيطان. الصورة في الفيلم بتبدأ مع عرض دراجات نارية واستعراضات وشقلباظات ونار وحاجات من دي. اللي بيقوم بالعرض شاب اسمه جوني ومعاه والده، وكانت ليلة جميلة، ليلة رائعة من العرض. وبعدها كانت حاجة جميلة جدا يا عمدة. ماشي جوني هو وابوه. في اللحظة دي بتدخل عليهم عمتك روكسان حبيبة جوني، اللي بيبص لها بطرفه من تحت لتحت، ووالده مش واخد باله، نظرة رومانسية، وهي كمان بتبادله نفس النظرة. وبعدين الاتنين بيتقابلوا في المكان اللي بيتقابلوا فيه كل مرة، مكان بيحبوه اتقابلوا فيه. وبيرسم جوني على الشجرة قلب كده زي الناس ما بتعمل في كل جنينة من جناين الدنيا. روح جوني البيت وهو زعلان، لكن لما دخل شاف ورقة غريبة جدا، فهم منها إن والده عنده السرطان، وإنه ممكن تكون أيامه معدودة على الدنيا وما يشوفوش هو كمان مرة تانية. جوني ما بينش لبابا إنه هو شاف الورقة دي. وخرج جوني زعلان من البيت هو كمان. فهو ماشي في الطريق لقي شخص غريب جدا، واضح انه لابس زي شيطان. الشخص ده قرب منه ولمسه، فكان بيتألم جدا من اللمسة اللي بيلمسها له، ألم في كل مكان. قال له انت مين؟ قال له انا ساعدك. ايه رأيك يكون بيننا اتفاق؟ تتفق معايا على ايه؟ انا عندي ايه ممكن اديهولك؟ قال له انا ممكن اشفي لك باباك، لكن تسلمني روحك اعمل بيها اللي انا عايزه. جوني روح من المكان ده كمان زعلان ومخضوض، لكن ما عندوش اختيار. لما شاف باباه تعبان بص في عينين باباه وعرف انه ممكن ايامه تكون قليلة في الدنيا. وفي الحالة دي رجع للشبح ده مرة تانية وقال له اني انا موافق على العرض. وتاني يوم الصبح فعلا جوني بيشوف باباه صاحي نشيط ومليان وعنده طاقة وحيوية، وكمان بيحكي له على السر هو اساسا كان عارفه ان هو كان عنده سرطان، لكن بعد ما كشف مرة تانية ما عادش فيه اي وجود للسرطان ده. طبعا جوني فهم اللعبة. دلوقتي جوني وباباه راحوا العرض بيعرضوا الدراجات. باباه كان طالب منه طلب انه يعرض بشكل مختلف المره دي. هو كل مره بينط على الدراجات الناريه من فوق عربيات كتير. باباه طلب منه المره دي ان هم ينطوا من فوق طيارات هليكوبتر. قال له يا عم نفض، انت بتتكلم في ايه؟ ده انا عندي ميعاد دلوقتي ان انا اهرب مع صديقتي روكسانا. وعشان باباه بيحبه وساهم معاه رماله مفتاح اسرع موتوسيكل. جوني وهو راكب الموتوسيكل سمع صوت كبير وضجه. رجع مره تانية لقي ان والده مرمي على الارض والناس بتحاول تسعفه، لكن كمان لقي صورة الشيطان اللي قبله واتفق معاه موجودة في الخلفية. هنا فهم، عرف ان الشيطان موت باباه بعد ما كان مديله الامان. جوني صرخ فيه وقال له انت مين؟ انت شيطان صعب لعين. قال له انا موفيستو، الشيطان الكبير اللي الناس كلها بتدور عليه الايام دي. ومن هنا بدأ الصراع في الفيلم يكبر، الصراع ما بين جوني وموفيستو. جوني كان واخد عقد قوي لكن ما اكتشفوش وما يعرفش اللي عمله معاه موفيستو لما لمسه وخلاه يصرخ من كل مكان. في اللحظة دي كان اداله قوة عظيمة هائلة تولع في كل حاجة. كان راكب الموتوسيكل والنار بتطلع من كل مكان، لكنه في اللحظة دي كان هربان. وهو هربان شاف 3 افاتار، واحد بيتحكم في المية، واحد بيتحكم في التلج، واحد بيتحكم في النار، ومعاهم شخص كبير جدا اسمه بلاك هارت، اللي هو طلع بابا موفيستا. وانه موفيستا كان بينه وبينه عداء شديد جدا، لدرجة ان بلاك هارت طلب من جوني انه هو يقتل موفيستا. وبعدين بعد كده لقينا انه موفيستا بيقول له انا هسيبك تماما اذا انت قتلت بلاك هارت. في الحالة دي جوني قدر انه يوصل لروكسانا، وهي بقت صحفية كبيرة جدا جدا، وهو بقى عارض موتوسيكلات كبير جدا جدا. وعدته انهم يتقابلوا في مطعم، لكنه خلف معاها لانه حاول انه يقوم بالمهمة الاولانية. حاول يروح المقابر. في المقابر الحارس بتاع المقبرة بتاعت والده وضح له انه عنده قوة كبيرة جدا. قال له انت بقيت قوي، انت بقيت دلوقتي الجوست رايدر، تقدر تعمل اي حاجة، قوتك تقدر تجيب ده وده تحت رجليك. وفعلا جوني بدأ معركته الكبيرة في عالم كله شياطين، لكن قوته بتكون أحسن في كل مرة عن التانية. راحوا بلد اسمها فينجانزا. البلد دي كان فيها عدد كبير من الشياطين، واللي موفيستا كان مسيطر على نصها وبلاك هارت مسيطر على النص التاني. وبيدخل جوني المدينة وبيسمع أصوات مرعبة، كل مكان فيه أصوات مرعبة. يتحول عم جوني وبدأ يضرب بلاك هارت لحد ما رماه في النار. وبعدين بدأ في أرواح كتيرة جدا تخرج حواليه وتدخل في جسمه وتطلع من بقه، والنار تبقى في كل مكان، لكن بلاك بدأ يضربه. عمك جوني يسكت؟ لا، طلع كرات النار الكبيرة اللي موجودة عنده ورماه بكرة منهم. وبعدين بدأ يعمل عملية اسمها التحديق الفكري، يبص في عينيه. فبلاك بيموت أخيرا الحمد لله. في اللحظة دي بيوصل موفيستو ويقول له ايه يد اللي انت عملته ده؟ انت بجد ابهرتني النهارده.
انت كده يا باشا هتبقى حر وترجع لطبيعتك تاني، بس اديني العقد الاول اللي كنا اتفقنا عليه. جوني قال له لا لا يا باشا، لا يا باشا، مفيش عقد. انا مش عايز ارجع تاني على طبيعتي، انا عايز استخدم قوتي الجوست رايدر في الخير. طبعا عمك موفيستو بيغضب منه وبياخد نفسه ويتكل على الله. وطبعا بنشوف عمك جوني وريكسانا في مكانهم المفضل بيقولوا لبعض انهم مش هيسيبوا بعضهم تاني. وتوتا توتا خلصت الحلقة.